السلام عليكم. معكم داليا السيد، هوليستيك هيلث والبيينج كوتش، ودي دقيقة مع داليا. يلا نعيشها صح دقيقة بدقيقة. خليني أسألك سؤال، كم مرة قلت لنفسك أنا ما عنديش إرادة؟ يمكن عشرات المرات، لكن ايه رأيك أقولك يمكن المشكلة عمرها ما كانت في إرادتك أصلا. الفكرة احنا بنلوم نفسنا بسرعة، لكن الحقيقة لما تكوني نايمة 4 أو 5 ساعات ومضغوطة طول اليوم، بتاكلي بسرعة، جسمك مرهق، وبتفكري في 1000 حاجة، يبقى طبيعي جدا ان مخك يدور على اسهل مصدر للطاقة. غالبا بيكون السكر او الاكل. دي مش قلة ارادة، دي رسالة من جسمك بيحاول يقولك انه محتاج راحة قبل ما يحتاج اكل. بدل ما كل مرة تقولي انا ضعيفة، اسألي نفسك انا محتاجة ايه فعلا، لان السؤال الصح بيغير الاجابة كلها. وفي الحلقة الجاية هنتكلم عن سؤال مهم جدا: ايه الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي؟ امتى تكوني جعانة بجد، وامتى تكوني جعانة لحاجة تانية؟ اشوفكم في دقيقة جديدة مع داليا.